هذه سجية الأثبات، والصابرين والصابرات هذه سجية الأثبات. الأثبات في الدين أهل صبر، يصبرون على أقضية الله المرة وعلى أقداره المستكرهة، لا يتذمرون ولا يتسخطون، وإنما يبخعون يطأطئون هام القلب لأقدار الله حتى تنجلي بإذن الله تبارك وتعالى، فتورثهم رضا المولى وعز الدنيا والأخرى، وعز الدنيا والأخرى، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. والخاشعين والخاشعات، خشوع أيها الإخوة هو الطمأنينة والسكون. الطمأنينة والسكون. في بعض الناس تراه تشعر أنه إنسان خاشع، عنده نوع من إيه؟ مش من الرزانة فقط، نوع من الطمأنينة، لا يستثار لأي شيء، لا يحترق لأي شيء كذا، هذا خاشع. الخشوع ماذا أوجبه أيها الإخوة؟ خوف الله تبارك وتعالى، معروف أعظم ما يوجب الخشوع خوف الله. إذا عرف الله عبده وخشيه خشع. لذلك الصلاة مقام تعظيم لله تبارك وتعالى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، صحيح؟ ولذلك أهم شرط فيها من شروط الباطن إيش هو؟ الخشوع، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع لا يوجبه إلا الخوف من الله. واحد يقول لي مصيبة، يعني إذا ما عندي خوف حقيقي من الله لن أخشع، ولن تعرف ما هو الخشوع أصلا، ستسمع عنه لن تعرف ما هو. الذي يتجاسر على محارم الله، يأكل من حرام، ينظر إلى الحرام، يقول الحرام، يفعل الحرام، هذا لا يخشى الله، هذا لا يخاف الله، لا يعرف معنى الخوف، وهذا مستحيل أن يكون ذاك الخشوع. والله انتبهوا، نعوذ بالله من خشوع النفاق. في خشوع النفاق. بالأمس قلت لأحدهم وصدقني، قال إيه والله هذا صحيح. قلت له أنا أعرف وأفهم هذا جيدا، يعني دينيا وسيكولوجيا. بعض الناس قد يأتي يصلي ويبكي، يبكي في الصلاة ويبكي في قيام الليل ويبكي كذا، وكل هذا كذب، ويكذب على نفسه مش علينا، يكذب على نفسه المسكين. لماذا؟ هذا خشوع النفاق. كل هذا نوع يحاول مسكين يعني أن يخادع ربه لكي يحن الله عز وجل، لكي يتحنن عليه فيعطيه ما يريد، فإذا أعطاه انقلب ماردا عتيا وعاد في حافرته كما كان بالأمس، وما عاد تنفع فيه الموعظة. طب وإيش البكاء هذا والقيام وكذا كذا؟ هذا خشوع النفاق. قال الحسن البصري نعوذ بالله من خشوع النفاق. قالوا ما خشوع النفاق؟ قال يخشع البدن والقلب غير خاشع. البدن دموع نازلة وهذا مش خاشع. إذا خشع القلب انتهى، كل شيء يخشع بإذن الله تعالى. قلب لابد يخشع من جوا، ما جاء العينين والجسم. طيب والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، مش هتكلم عن الصدقة وفضل الصدقة وكذا.